في المقطع الماضي قدرت اني اعيش 100 يوم في عالم الهاردكور، وقدرت اني اقتل التنين وابني بيت. وفي هذا المقطع هبني افضل واهم الفارمات عشان تساعدني في بناء المشاريع في عالم الهاردكور وتساعدني اني اكمل في العالم. وبس كده، شاهدوا المقطع للآخر. واول فارما هعملها هي فارم الموبي تراك، وهبدا يما في مواردها، وهي مواردها سهله بس كتير. ودلوقتي هروح النتر عشان اجمع الكور اللي هصنع بيه الاوبزرفر والديسبنس، لانهم من ضمن سيستم الفارم. وندخل للبواب، وهحتاج كميه كبيره من الكوارتز اللي هحتاجها في اغلبيه الفارمات. محدش يستغرب ان النفق جديد لان انا اصلا مترتبه في نص اللاف. وكده لازم نشوف مكان حلو يكون فيه كوارتز. حلو، فيه كوارتز هنا. وهجمع معاه شويه من الفتر يمكن احتاج. ونبدا في التجميع. انا كده المفروض جمعت كميه حلو طلعوا استاء. ناقص هنا شويه كمان. وبعد ما اخلص تجميع هرجع للعالم العادي. ورجعنا للعالم العادي ولسه جاي باقي الموارد. بس ربنا يعين. وكسرت الكوارتز بالفرشة وطلع لي 4 استكات. واحط الكوارتز في الشيستات واجمع باقي الموارد. انا محتاج دلوقتي كتاب مندق وانا اجيب واحد من الكرويين. الله يسعد كده الكتاب. بس كده. انا هشوف راسنا سريع ولا لا. بدم. تستاهل الجلد. وادمج الكتاب مع البيجاسس ستريك تاتش. وهجمع بلقطة الستون عشان احول الستون برجع عشان نستعملها في الفارم. فنبدأ تجميع. وخلصت تجميع وطلعت بكمية حلوة. وطبعا يعني دول انا مش عارف اللي جابهم هنا. وده الكمية اللي انا جمعتها. وهجهز في موارد الفارم. وهسيبكم في فقرة تجهيز الموارد. وهجيب اسهم من الكرويين عشان اصنع بها ديسبنس. وهختصر عليكم وقت تجهيز الموارد. واخترت المكان اللي هيبني فيه الموبيترات. ودلوقتي اسيبكم مع الريبلاي.
خلصت الموبي تراب بس حصلت مشكلة في الآخر خلت الريبلو وقف، فبس كده هي دي الموبي تراب، وعملت فيها 10 أدوار. وهعمل لي هنا مكان أفك فيه لحد ما الفيلم يكون شغال. فبس كده هو ده المكان المناسب، وهبني هنا غرفة صغيرة عشان لما أفك أضمن إن مفيش حاجة تحصل لي، وهشيل بس البلوكات زيادة دي عشان كنت طالع بيها. وهحط هنا شموع عشان الوحوش متترسبنش. السلام عليكم يا شباب، معكم ياسين من قناة ياس بلايس. عدت لكم بحلقة جديدة من جي تي اي 5. طب يعني بالله كده يعني طلع من ايه؟ خليني بس اقترب واشمع المكان كله. وجبت شموع من البيت وهشمع المكان كله. وخلصت تجميع وابدا اوسع في المكان شويه عشان اتحرك براحتي. وهعمل دلوقتي المكان اللي افك فيه. وبس كده المكان طلع جميل. وهبني الفرم التاني وهي فرم الايرو. واروح على طول على منطقة البناء لاني هطول في التجميع. فهنا بعد المنطقة بتاعتي ان منطقتي فيها كرويين فممكن يحصل فيها حاجة وما تشتغلش. لو ظبطت اليمين جاي تحط لي اشتراك. اللي بعديها يا ويلي اشتراك على السريع. واخترت المنطقة دي اللي هبني فيها الفرن. هي محتاجة بس شوية تظبيطات صغيرة. وكده الفرن خلص بس ناقص بس ان ايرون جولم يترزب ويأخر شوية لحد ما يترزب. شكل كده ايرون جولم يتأخر فانا هبني في رباط الصوف لحد ما هو يترزب وهبدأ في تظبيط المنطقة الاول. وننام وبعدين نكمل تكسير. المنطقة طلعت حلو وكده نبدأ في نهاية الفرمان. وابني الاربع بس اللي انا اصلا مش هحتاج كتير. واخيرا الفرن اشتغل الحمد لله. خد لي بس كشف الحديد من عندك عشان احتاجهم في الهبراء. كمية حلوة. وهكمل في بناء الفرمان بس اسرع لكم المقطع عشان ما يطولش.
تعالى كده يا مستر خروف وما تتعبنيش معاك. اتفضل اتفضل، المكان مكانك. وخلصت كده كل الفرمات بتاعت الصوف، وكده ناقص الجولد فرم، وهحط له هنا ترابدور للاحتياط. محتاج بس ان الفرم شغالة نايس، طلعت شغالة كويس. فبس هي دي فرم الصوف، وفرم الايرون شغالة مش شغالة بكفاءة عالية. ودلوقتي فاضل الجولد فرم ودي مواردها، فهبدأ في تجميع الموارد. ففضل البوتات من مية، وبعدين هملاها لاف، وهرجع للعالم العادي احولها اوبسيديان، وهعمل كده اكتر من مرة عشان اجمع الاوبسيديان اللي انا محتاج. فهختصر عليكم عشان المقطع ما يبقاش ممل، وهيكون زي كده. هبدأ العملية دي لحد ما اجمع الاوبسيديان اللي انا محتاجه. وقدرت اخلص تجميع الاوبسيديان، وهجهز بقى ورد الفرم واروح ابنيها، واجمع اسهم الكهف اللي جنبي، وهنور المكان عشان مترزبنش وحوش. ونبدأ في التجميع مرة أخرى. وأخيرا خلصت تجميع، وكده آخر مرحلة من تجهيز الموارد. وخلصت تجميع وأروح للمنطقة اللي هبني فيها الجولد فارم، والجولد فارم هيكون جنب الايرون فارم، فبعدين هعمل لهم جسر. فهحط وراه ستون عشان ما اضيعش المنطق. واخترت المكان ده اللي ابني فيه الفارم، وبس كده. اسيبكم مع الريبلاي. ما شاء الله ما شاء الله على الانتاجية. وبس كده، لو المقطع عجبك متنساش تدعمني بلايك واشتراك، واشوفك المقطع القادم في امان الله. وبس كده، سلام.